جديد دبي اف ام. أغنية وصاتي من أشعار غياهيب، ألحان محمد صالح، غناء الفنانة عريب. إذا قلبي تعب ومحل صوتي بكتب يا هالشيمة وصاتي. طبعا مستمعينا، البارحة فاجأتنا الفنانة عريب بعمل جديد وتعاون جميل مع شاعرة الوطن غياهيب بأغنية وصاتي. هالأغنية اللي فاجأتنا بأسلوبها وفاجأتنا بقدرات أيضا عريب الصوتية وقدرتها على أداء وتغريب مناطق معينة من صوتها. بالفعل أغنية جميلة جدا، وعشان نتكلم عن هالأغنية أكثر ونعرف شو سالفة الإنجليزي اللي في آخر الأغنية، معانا الفنانة عريب ولأول مرة عبر إذاعة دبي اف ام. السلام عليكم فنانتنا الغالية. عليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين الكرام على دبي اف ام، وأنا سعيدة بمشاركتي معكم. كيف حالك يا عريب؟ الله يسلمك ويخليك. فترة كذي فترة غبتي ورجعتي بقنبلة. بصراحة الأغنية جدا جدا جميلة وما تعرفين إيش كثر صداها حلو، الناس يطلبونها على الإذاعة من خلال تويتر والأس ام اس. بالفعل يا عريب. الحمد لله. طيب كلميني عن هذا التعاون. طبعا تعاوني لأول مرة بعد غياب طبعا طويل بالنسبة لأعمالي الفنية كان مع شاعرة الوطن شاعرة غياهيب المتميزة دائما. كانت لنا طبعا فكرة أنا والموزع والملحن محمد صالح إن نصيغ القصيدة بهذا الستايل، لأن القصيدة تحمل إحساس جميل ومعاني راقية طبعا، وأي فنان طبعا يتشرف إنه يغني للشاعرة المتميزة. وفعلا نفذناها بشكل مبدئي وعرضنا عليها الفكرة ورحبت فيها ونلنا فعلا منها التشجيع. وهي طبعا صاحبة فكرة إدخال على فكرة المقطع الإنجليزي أو الغربي في الأغنية، لأنه كان إيقاع الأغنية في الحقيقة ومقامها كان الغربي. والحمد لله رب العالمين تم الموافقة عليها مثل ما قلت لك، ونلنا فعلا التشجيع منها، وهذا شرف لي عظيم يعني بعد غياب طويل إنه آتيكم بها الأغنية الثمينة والقوية. أكيد. صوت المتواضع. طيب لا، صوت ابدا مش متواضع. ابدا الصوت مش متواضع يا عريب، يعني اللي يسمع الاغنيه بالفعل. احنا طبعا اكيد من خلال اغانيك اللي تعرفنا عليها عرفنا عليك من خلالها في بداياتك عريب، والى الان نعرف قدراتك الصوتيه ونعرف خامه صوتك شو هي، ولكن في هذه الاغنيه انت فجرتي صراحه كل ما عندك. يمكن هذا مو بكل شيء، بعد اكيد في اشياء ما سمعناها. خفيه اعظم يعني. طيب يعني الحمد لله رب العالمين. طيب التغريب هذا نبغى نعرف عريب، انت يوم تغنين بروحك في البيت شكلك تغنين كل الالوان، مش فقط الالوان اللي عرفناش فيها يعني. اي فنان بالعالم، الفنان لازم يكون فنان شامل. يعني يغني كل اللهجات وكل اللغات على فكرة، حتى يكون فنان كامل متكامل. أنا يعني شوف، أنا بداياتي في البداية كانت هي الأغاني الشعبية، لأن الأغاني الشعبية دائما موجودة دائما وأبدا، وهي أساس كل فنان على فكرة أستاذ الكريم. نعم. يعني هو التراث في الدم. أكيد. لا يمكن محي نهائيا. فأي فنان لازم يبدأ، أنا بوجهة نظري أنا كفناني وهو الشعبي. والحمد لله رب العالمين أستاذ الكريم، لو شفت أنت أنا لقيت نجاح حتى لو كان بسيط، وأنا بحمد ربنا حتى لو كانت أعمالي قليلة ولكنها قوية جدا وثابتة، وقدرت من خلال هالأعمال الصغيرة أو الأغاني الشعبية الرائعة والراقية وصحيح يعني خفيفة ولا تبين القدرات الصوتية للفنان، ولكنها ترسخ وتسوي بصمة للفنان كبداية له. وأنا بحمد رب العالمين إنه قدرت إني أسوي اسم في مع هالأسماء الموجودة الآن. أكيد تميزتي أيضا بخط جاد يا عريب، يمكن مو بكل حد قدر يسلكها بالفعل، يعني أنت نموذج جدا جميل. اللي هو عفوا. يعني خط جاد بالفعل، يعني انت ماخذ نعم. الفن من باب جاد جدا، وهذا شيء جدا جميل والجميع يقدره في عريب بصراحه. الحمد لله. ويوميتها الاغنيه نحن تفاجئنا بجمالها، ولكن احنا ما استغربناها عليك، لان انت اصلا هذا خطك دائما يعني. أشكرك بصراحه. طيب عريب، هل هذه الاغنيه معناتها ان انت بترجعين بقوه من غير توقف؟ بإذن الله رب العالمين. طبعا كل شيء بمشيئة الله، وكل شيء أستاذ في وقته حلو، يعني سبحان الله شاءت الأقدار أنه أرجع، والحمد لله مثل ما قلت لك أو مثل ما أنت تفضلت وقلت لي إنها بقوة.
وإن شاء الله رب العالمين يعني مش راح أتنازل عن هالوضع اللي أنا وصلت له بهاي الأغنية بإذن الله رب العالمين. اكيد طبعا، لازم كل محطه اصلا ما تنزل مستواها. انت من بديتي صح، وهاي قفزه، هذه قفزه صراحه. طبعا انت مو بخايفه من مشاريعك المستقبليه من بعد هالاغنيه؟ ما دام أساسي الآن كان الأساس قوي، وبعد فترة غياب طويلة الآن الأساس أقوى وأقوى، وبإذن الله الاستمرار راح يكون بقوة وبقوة بإذن الله رب العالمين. طيب نقدر نسألك ليش غبتي عنا؟ عشان أجيب لكم هالقنبلة. الله، حلو الجواب الدبلوماسي هذا. طيب عريب، نغيب يا أستاذي ونرجع بقنابل. طيب عريب، نبغى نعرف شو عندك جديد وشو أنت مخططة حق شو؟ طبعا الآن أنا بالحقيقة مبسوطة بنجاح هالأغنية اللي أنا قدمتها يا أستاذ، ونفسي بعد أعيش نجاحها أكثر وأكثر. الآن أنا رح أعطي الأغنية مجالها إنها تاخذ وقتها وتاخذ حقها من الناس، وبإذن الله رمضان الحين على الأبواب، يعني إذا في جديد ما أنتم راح تكون أول من عرفتوا، وإذا الجديد إن شاء الله راح يكون بعد رمضان. نعم. طيب عريب، في طلب من أحد المستمعين. نعم. يباش تغنين أغنية، أنت عندك أغنية اسمها حبة مصيبة. صحيح. هي. والله لا تحضرني الكلمات. هي حبة مصيبة على فكرة من ألبومي اللي هو عريب 2011، وهاي الأغنية من ألحان فتير الألحان فايز السعيد، بوجه له تحية. نعم. طيب أنا عارف الأغنية الحين أنت يمكن مستحوذة عليك، فيا ريت تسمعيني الآن لايف بصوتك لو سمحتي. إذا قلبي تعب. وصاتي. أي وصاتي. على قد ما يحضرني منه. اسمع. إذا قلبي تعب ومبح صوتي، بكتب يا هل الشيمة وصاتي، أنا محتار ما عندي ثبوتي، نهت توقيع كل معاملاتي. بس عريب، هاي ثاني أغنية تقولين ما تحضرين الكلمات، شكل ذاكرتك ضعيفة. أنا جدا في الحفظ أستاذ. طيب أيضا في مستمعين يلومون عريب، يقولون هي مش فقط يعني أنت تقولين كسولة في الذاكرة، ولكن أيضا كسولة في النشاط، مش مكثف كثير. ما هو حسب الأعمال أستاذ الكريم، وحسب تواجدي الفني. يعني أنا لما ببتعد عن الجمهور وبرجع مرة ثانية بحب أرجع بشيء جيد. يعني أنا تكفيني السنجلات مبدئيا، ومثل ما قلت لك، وأنا أوعد إن شاء الله إذا رب العالمين كتب أن أرجع بعد هالأغنية بقوة بإذن الله، على قد ما أنا بقدر، على قد، لأنه لازم الانتقاء الآن وبحذر. نعم. عريب، أنت ضد التواجد فقط لأجل التواجد؟ نعم. طبعا يا اما شيء استاذي يعلم، نعم، يا اما ما في داعي للوجود، لان الاصوات كثيره والاسماء اكثر، والاغاني مثل ما انت عارف استاذي الكريم بكثره الفن. نعم. الان صحيح. لكن مين اللي يقدر انه يقدم البصمه الصحيحه ويقدر يعلم في قلوب الناس وصوته يرن في اذانهم؟ نعم. هذا اللي انا اريده. أكيد. هذا اللي أتمناه يعني. طيب متى اكتشفتي عريب، نبغى نرجع شوي للماضي، متى اكتشفتي ما شاء الله هذا الصوت الجميل؟ يعني سبحان الله بالفطرة، لا أكثر ولا أقل، بالفطرة صوت أغني. يعني مثل البنات اللي تكتشف صوتها حلو، أو تكتشف عندها ميول مثلا للطب، أو ميول أي شيء يعني، فسبحان الله يعني. والتشجيع من وين عشان تكملين بالفعل؟ والله من الأهل. جميل. يعني يؤمنون بأن الصوت الحقيقي ممكن في يوم من الأيام يوصل مهما كان في صعاب ومهما تعثر الطريق. لا بالعكس، يعني صراحة أنت من الأصوات النادرة بالفعل، وصدقيني يا عريب يعني أنت أوريدي عندك الكثير من الأعمال الجميلة، وأنا متأكد أن المستقبل راح يكون أكبر وأجمل إن شاء الله بإذن الله يا رب. بدعمكم إن شاء الله ومحبة من الجمهور لإلي ومستمعين الكرام طبعا أكيد. طيب ممكن أسألك آخر سؤال؟ طولت عليك. أمر أنا حاضر. تأمرني. كيف تحافظ على صوتها عريب؟
والله بالعكس والله. عاد احنا الفنانين اكثر ناس نصرخ ونزعل وهذا، ولكن لا يسجل بالقضيه، يعني الخامه الجميله تبقى مثل ما هي، ما في محافظه، هو رب العالمين الحافظ على كل شيء. ولكن هل في طقوس معينه قبل التسجيل في الاستوديو؟ تمارين، لا تشربون شيء والله دافي؟ أبداً. انا اتكلم عن نفسي نهائيا. لا مو بزين، مو بزين. يعني أنا والله ادخل بالاكراه واغني بالاكراه عشان اعجب الملحن او الموزع بالغناء. اذا تتركون الفنان على راحته يغني بيخبص الدنيا. اكيد طبعا. عريب، انا جدا جدا سعيد ان اليوم كلمتك الله يسلمك. وسعيد جدا بتواجدك يعني الان على الهواء في دبي اف ام. كنا مشتاقين حق هالصوت وسمعناه باغنيه وايد حلوه، وان شاء الله تكونين ضيفتنا قريبا في الاستوديو يا عريب. طول عمرك. شكرا لك وعلى جميع القائمين على هالبرنامج الرائع، ولمستمعين دبي اف ام اشكركم جدا جزيل الشكر. شكرا لك يا عريب، تسلمين. مع السلامه. مع السلامه. جديد دبي اف ام. أغنية وصاتي من أشعار غياهيب، ألحان محمد صالح، غناء الفنانة عريب.